الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تثير جدل على السوشيال ميديا، وفي التفاصيل تناولت العديد من الصفحات والمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أخبارا تتحدث عن زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أمير سعودي. وأفادت الصفحات التي نشرت الخبر بأن وهبي قد ارتبطت بأمير سعودي أصغر منها سنا بعد لقاء عاطر جمعهم في أحد فنادق القاهرة. وبالنسبة للتفاصيل فإن اللقاء بين وهبي والأمير السعودي حدث خلال تواجدهما في أحد فنادق القاهرة. وقالت المصادر إن اسم الأميرة الشاب سعود وتقدم بطلب يدها للزواج من اللقاء الأول، إلا أن وهبي رفض طلبه ظنا منها أنه مجرد طريقة للتعبير عن حبه وإعجابه بها. وأضافت بأن السعود حصل على رقم غرفة هيفاء وهبي وأعاد طلب يدها مرة جديدة فوافقت على الزواج منه، حيث قالت الصفحات أن هيفاء وهبي وافقت على العرض بانتظار أن يتم تحديد موعد الزفاف في الفترة القادمة. ووصل المهر المتفق عليه إلى حوالي 200,000 دولار أمريكي من قبل الأمير السعودي. ورغم انتشار هذه الأنباء بشكل واسع عبر منصات التواصل، إلا أن هيفاء وهبي لم تعلق على الأمر حتى الآن. وتزوجت هيفاء وهبي أول مرة من ابن عمتها نصر فياض زواج عائلي، وأثناء حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث كان يعمل. وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت، ثم طلقهما بعد إنجاب ابنتها زينب في يونيو لعام 1993. وفي 24 من أبريل لعام 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وانفصلت عنه في نوفمبر لعام 2012. ويعود سبب انفصالهما وفق تصريح سابق لأبو هشيمة لاختلاف وجهات نظرهما حول أمور كثيرة. هيفاء وهبي من مواليد 10 من مارس لعام 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على 49 جائزة من قائمة أكثر من 99 النساء المرغوبات حسب موقع آكيم مين، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبيو الأمريكية. وفي عام 1991 وهي في سن 18 تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة، حيث كانت متزوجة وأم، وبدأت تحياتها كعرض أزياء، وشاركت أيضا كموديل في عدة فيديوهات كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في عام 2001، وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008، وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف. استمرت بالتمثيل أيضا وقدمت عدد من الأعمال مثل فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحريانة. ولدت الفنانة هيفاء وهبي في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مسلم شيعي محمد وهبي وأم مصرية سيدة عبد العزيز إبراهيم. وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها 3 شقيقات وشقيق واحد. وفي بداية التسعينيات تزوجت من ابن عمتها نصر فياض زواج عائلي،
وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يوليو لعام 1993. وفي 24 من أبريل لعام 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وانفصلت عنه في نوفمبر لعام 2012.